الدنيا غلا والأسعار بقت نار، تعالي النهارده نعمل وصفة موفرة جدًا، جدًا. تعمليها بقى ساندوتشات للولاد في المدارس، أو حتى وهُم رايحين الجامعة، أو تعمليها في الرحلات، أو حتى تكفي كمان غدا. هنعملها بمكونين 2 بس. هنجيب كده نُص بطاطس مهروسة، وهنجيب ما يعادل نُص بانيه أو صدر فرخة كامل، وهنجيب هنا كده في قلب البولة دي هنفرم بصلاية كبيرة ومعاها قرنين فلفل شطة، ودي يعني للي حابب. بعد كده نص معلقة توم، هنا حوالي 4 معالق من النشا، هنحط كوباية من البقسماط، هنحط واحدة بيكنج باودر، وهننزل هنا بالملح والفلفل، توم باودر وبصل باودر، وهنحط بابريكا، واظبطي الملح بتاعك، وحطي كمان ماجي فوري. ظبطي بقى الأداء كده وحطي كبة صيني بقى وذرة من الجنزبيل، ويا سلام لو شعرة كمان من جوز الطيب. ابتدي الكلام الجميل ده كده كله افرميه مع بعضه، يا دوبك هيتجانس، وبعد كده هنبل ايدينا زيت ونبتدي نعملها كور كده. اللي عايزة اقولك ان الخليط ده هيعمل حوالي 36 كورة. 36 كورة هنعمل بيهم 36 صباع. من نص كيلو بطاطس مسكناها هرسناها كويس جدا، ونص كيلو من البانيه مسكناه فرمناه كويس جدا. عايزة اقولك وصفة جميلة وموفرة خالص. هنمسك الكور بتاعتنا كده، هنجيب كيسة، والكيسة بتاعتنا هنفرد الكورة زي ما انت شايفة. هنا بقى هنحشيها نوع جبنة يكون بيسيح، اي جبنة انت عايزاها. انا كان عندي نوع من انواع الجبنة الموتزاريلا، ادي اهي حطيتها. وهنبتدي هنا نستخدم الكيس بتاعنا عشان نعمل الصباع بتاعنا ونلف الكفر كويس. هنعمل الكمية بتاعتنا كلها بالشكل ده. هنجيب كورة كورة نفردها، ونقوم ماسكين حاطين فيها نوع الجبنة اللي احنا حابينه، وبعدين نقفل عليها، وهنستخدم الكيس بتاعنا عشان نقدر نوصل للطريقة دي وللشكل اللي انت شايفاه ده. بعد كده نبتدي نحطه في البقسماط، وبعدين نبتدي نحطه بقى في الطبق. على فكرة انت ممكن تعملي كمية وتقومي حطاه في الفريزر وتطلعي طبق طبق وقت الحاجة. انا هنا عملت 36 صباع زي ما انت شايفة كده، ما شاء الله حاجة جميلة جدا. هنحطهم في الفريزر لمدة ساعة. بصي انا حطيتهم في الفريزر، طبعا انا ما استخدمتش الكمية دي كلها، انا استخدمت على حسب حاجتي، وبعد كده حطيتهم في قلب اطباق فويل وحطيتهم في الفريزر. يا دوبك الزيت بتاعنا يسخن، هتبتدي تنزليها وهي خارجة من الفريزر متلجة، وتقومي النار بتاعتك تبقى هادية، ويستحسن ان الطاسة بتاعتك تبقى تيفال، وتبتدي بقى تحمريها على نار هادية. بعد ما الزيت يسخن ابتدي وطي النار، هتحصلي على النتيجة الهايلة دي. بجد بجد جميلة، طعمها حلو جدا، موفرة جدا جدا. من نص كيلو بطاطس مهروسة ونص كيلو من البانيه، احنا عملنا 36 صباع. جميل وخطير، ووجبة بجد بجد حلوة قوي. تنفع سندوتشات، تنفع جنب مكرونة، بتبقى حلوة قوي قوي، كاتشب ومايونيز بقى وحركات جميلة، والولاد بجد بجد بيموتوا فيها. بصي بقى ساعة الغدا كل واحد خد 2 كده، وهو الغدا عدى. حبيبة قلبي ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ايمي البسيوني. يا رب الوصفات الموفرة اللي جاية كلها تحوز على اعجابكم. بجد بجد وصفة لذيذة تعمليها بالفراخ. باي باي.